بسم الله الرحمن الرحيم. أول نوع أساسي بيجي في الامتحان أو أول نقطة بدأت تتشرح لكم في المنهج هو عبارة عن المابينج. المابينج عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن أنا عايز أحول حاجة من الريال للديفايس أو من الديفايس للريال. بعد ما شفنا الشرح طبعا عند آلاء وفي الورق اللي موجود هنبدأ نشوف المسألة إزاي بنحلها أو إزاي هنلخص خطوات حلها وهنحل مسائل عليها. اول حاجه عندي انا لازم اجيب 8 نقط اساسيين عشان ابدا احل المساله. انا عندي هنا ادي الريال بتاعي وادي الديفايس بتاعي. اول حاجه ممكن تقف عندي هي الديفايس بتاعي دوت. لو انا عايز احول من الريال للديفايس، الديفايس ده هيبقى ادابتد ولا نون ادابتد؟ يعني ايه؟ يعني انا عندي الاكس والواي الابعاد بتاعتهم مظبوطه، يبقى ادي الاكس هنا وادي الواي. طيب عندي هنا لو هو ادابتد يبقى انا عندي الشكل دوت هيبقى هو في الديفايس، يعني الابعاد بتاعته برضه هتبقى مظبوطه. طب لو الابعاد بتاعته مش هتبقى مظبوطه وهو كان قايل لي نون ادابتد، يبقى انا ببدا ارسم الرسمه بالشكل ده كده. يبقى انا عندي هنا الاكس وهيبقى عندي هنا الواي. بعد ما برسم الرسمه دي كده بحولها عن طريق المعادله اللي بتقول لي ان الواي ادابتد بتساوي الان ديت اللي هي في الريزوليوشن، يعني هيقول لك الريزوليوشن 1024 في 1024، يبقى الواي هتطرحها من كل 1024 ناقص الواي ادابتد الواي دي اللي هي هتكون جبناها من كل واحده من دول. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هبدا انزل قيمه الاكس زي ما هي في كل واحده واطرح الواي اللي هنا من الريزوليوشن والواي اللي هنا من الريزوليوشن وهنا من الريزوليوشن وهنا من الريزوليوشن، هيبدا يطلع لي الشكل ده كده. انا مش هينفع اشتغل غير لما اظبط الشكل دوت يبقى على نفس الابعاد دي. يبقى ادي اول حاجه ممكن تكون موجوده عندي ان هو يقول لي ادابتد او نون ادابتد. جميل. بعد ما انا خلاص ظبطت ان الريال بالمنظر ده والديفايس بالمنظر دوت ببدا اطلع 8 قيم. ايه هما الثمان قيم؟ ان انا عندي في الريال ماكسيمم ومينيمم للاكس وماكسيمم ومينيمم للواي، وفي الديفايس نفس النظام ماكسيمم ومينيمم للديفايس للاكس وماكسيمم ومينيمم للديفايس في الواي. بعد كده ببدأ أعمل إيه؟ بعد ما جبت التمانية دول لازم أكون حافظ المعادلات بتاعتي. المعادلات بتاعتي بتقول لي إن أنا عندي هنا هيبقى فيه السكيل، وأنا هنا بحول من الريال للديفايس. يبقى عشان أنا عايز أجيب الديفايس هنا هيبقى أنا هضرب هنا أول حاجة السكيل هضربه في قيمة الإكس ريال، دي النقطة الأساسية اللي بيكون مديهاني أصلا، ناقص الإكس ريال مينيمم زائد الإكس ديفايس مينيمم. يبقى أنا عندي هنا لو أنا عايز أحول للديفايس يبقى آخر حاجة هنطقها هي الديفايس، وعندي هنا الإشارة دي سالب. جميل. برضو لو انا عايز اجيب الواي ديفايس يبقى نفس النظام، ان انا عايز اجيب الواي ديفايس يبقى اخر حاجه هي اللي هتتكتب هنا، والاشاره اللي في النص سالب وهنا موجب. تاني حاجه ممكن تقف معايا لو هو قايل لي ان انا عايز الشيب ديستورشن او دونت ديستورت. هعمل ايه؟ لو هو قال لي ان هو مش عايز عايز الشيب دونت ديستورشن، يبقى انا عايز السكيل بتاع الاكس بيساوي السكيل بتاع الواي. يعني انا ما ينفعش الرسمه بتاعتي في الريال تكون مثلا مربع الاقي في الاكس كانت مربع، في الواي الاقيها بقت بالمنظر ده. يبقى ادي تاني حاجه ممكن تقف قدامي، ان هو اول حاجه هيقول لي هو الشكل ادابتد ولا نون ادابتد، تاني حاجه ديستورشن ولا دونت ديستورشن. يبقى انا دلوقتي هنا لو قال لي ان هو مش عايز يخلي ان في ديستورشن يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هجيب السكيل بتاع الاكس والسكيل بتاع الواي والاثنين دول مع بعض هختار الصغير ما بينهم واثبته على المساله كلها. حلو. ادي القوانين من الريال ديفايس. هنا كان في غلطه انا متاسف جدا ان دي سالب مش فيه. وبعد كده عندي هنا من الديفايس للريال، فزي ما اتفقنا ان اخر حاجه بنطقها هي اخر حاجه بتتكتب، وبرده هنا سالب مش موجب. حلو. يبقى انا عشان خاطر اعرف احل المساله عايز الثمان نقط، عايز اعرف المعادلات، عايز اعرف هو ديستورشن ولا نون ديستورشن، عايز اعرف هو ادابتد ولا نون ادابتد. حاجه تانية ممكن هو ما يجيبهاليش او يجيب لي المساله بشكل مختلف. لو عايز يجيب المسافه بين نقطتين ممكن نحتاجها بعد كده في اي نوع من المسائل. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنجيب سكيل اكس وسكيل واي، بعد كده هجيب فرق الاكس وفرق الواي، هطرح الاكسات من بعضها والوايات من بعضها، وبعد كده هتجيب المسافه اللي هو سكيل اكس في الفرق بين النقط بتاعت الاكس ديت من بعضها، يبقى هو دوت حاجه اسمها ديستانس اكس. ونفس النظام بالنسبه للواي، هجيب السكيل الواي والفرق بين النقط بتاعت الواي، يبقى انا كده جبت السكيل والفرق، هجيب الديستانس بتاع الاكس. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل جذر ديستانس الاكس تربيع زائد ديستانس الواي تربيع، عشان هنا ممكن يقول لي ان انا عندي نقطتين وعايز يجيب المسافه ما بينهم. طيب دي كانت نقطه خارج نطاق المساله شويه. نرجع تاني للمساله. اتفقنا ان هو لو قال لي عايز الشكل نوت ديستورت يبقى هعمل ايه؟ هجيب سكيل اكس وسكيل واي وهختار الصغير ما بينهم واثبته على مدى المساله. يعني انا عندي هنا لو انا عايز الشكل نوت ديستورشن يبقى انا لو بحول من الديفايس للريال يبقى انا هختار اثبت هنا وهنا الحاجه الصغيره. جميل. نبدا بقى نلخص كل اللي احنا قلناه دوت عشان نبدا نحل مساله ونشوف الدنيا تبقى عامله ازاي. اول حاجه خالص بشوف اقل اكس اقل واي اقل اكبر اكس واكبر واي عشان خاطر اقدر اشوف الويندو بتاعتي اللي هو عباره عن ايه. الويندو ديت عباره عن الشكل ده اللي انا بحدد الابعاد بتاعتي بالظبط كده، اللي هي دي اللي انا بحدد الابعاد بتاعتي. انا الشكل بتاعي جواه انا عايز احدد ويندو او شباك او مساحه تبقى الشكل بتاعي ما يخرجش براها، عشان كده بطلع منها الماكسيمم والمينيمم للاكس وللواي. يبقى انا اول حاجه بطلع اقل اكس واكبر اكس،
واقل واي واكبر واي، وبجيب اول 4 قيم سواء هم كانوا في الريال او في الديفايس. بعد كده ببدا اشوف الناحيه الثانيه، لو انا بحول من الريال للديفايس هشوف هو ادابتد ولا نون ادابتد. لو ادابتد هرسم الرسم معدول على طول، والقيمه اللي هتطلع لي هتبقى هي ديت الاربع قيم التانيين، يبقى انا جبت الثمان قيم كده. لو هي نون ادابتد هعمل ايه؟ هرسمها مشقلبه وابدا اطرح كل واي من الان اللي هي في الريزوليوشن زي ما اتفقنا، وبعد كده بعد ما اطرح هي الرسمه تبقى معدوله عندي، اجيب الاربع قيم الباقيين. بعد كده هشوف ان انا عندي الشيب ديستورشن ولا مش ديستورشن. يعني ايه؟ يعني هشوف لو هو عايز الشيب نوت ديستورت يبقى انا هجيب السكيل بتاعي الاقل في الاكس وفي الواي واثبته على المساله كلها، وابدا اقعد في القوانين انا عايز احول من ريال لديفايس ولا من ديفايس لريال. طيب انا دلوقتي عشان اعرف السكيل هو عباره عن الديفايس على الريال ولا الريال على الديفايس، قال لي هشوف انا هحول من ايه لايه. يعني انا لو هحول من الريال للديفايس يبقى اخر حاجه هنطقها هي اللي هتبقى فوق. يعني لو انا بحول من الريال للديفايس يبقى السكيل اكس بتاعي عباره عن ايه؟ اخر حاجه هنطقها هي اللي هتبقى فوق. يبقى انا عندي هنا الاكس دي ماكسيمم ناقص الاكس دي مينيمم على الاكس ار مينيمم، الاكس ار ماكسيمم ناقص الاكس ار مينيمم. يبقى انا عندي اخر حاجه هنطقها هي اللي تتحط فوق. يبقى انا عندي هنا فرق الاكسات اللي في الديفايس فوق وتحت اللي في الريال. جميل. نبدا بقى نشوف المساله بتبقى شكلها عامل ازاي. المساله بتبقى عامله بالمنظر ده. اول حاجه قال لي اريال بوليجون فيرتكس 1 2 3 4 5، يبقى انا عندي الخمس نقط دول في الريال هو اللي قايل لي. حلو. بعد كده عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل مابنج لبوليجون المساحه بتاعته 500 و500 والستارت بتاعته 100 و200 ونون ادابتد. بعد كده عايز الريزوليوشن بتاعي 1000 في 1000 في 24، وعايز ابدا اعمل له القيم بتاعتي هتبقى عامله ازاي. قال لي في الاخر كمان ان هو نوت بي ديستورتد، يبقى انا هجيب سكيل اكس وسكيل واي وابدا اثبت القليل منهم. طب انا هبدا احل خطوات المساله ازاي؟ اول حاجه ده الريال، يبقى انا عايز ارسم الشكل بتاعي. احنا المساله اللي هنحل عليها ديت مش هي بنفس الارقام، بس احنا هنشرح عليها الفكره ازاي. اول حاجه ببدا ارسم شكل الريال بتاعي، بجيب اقل اكس واكبر اكس، اقل واي واكبر واي من النقط دي. يبقى انا كان عندي الاكس 150 300 200 450 550، يبقى اقلهم كان ال 150. واشوف بالنسبه لاكبر اكس واقل واي واكبر واي واثبت الاربع قيم اللي موجودين عندي هنا بالشكل ده، وجبت اول اربعه. طيب بعد كده هو قال لي ايه؟ بدا يقول لي ان انا عندي في الديفايس عباره عن البدايه بتاعتي 100 و120 والابعاد 500 في 500. يبقى انا هبدا اعمل ايه؟ هبدا ارسم الشكل بتاعي مقلوب واحط الستارت بتاعتي النقطه اللي هنا هتبقى هي النقطه اللي ادهاني. النقطه اللي ادهاني هنا كانت كام؟ كانت 100 و120، يبقى انا هبدا احط هنا 100 و120. بعد ما حطيت النقطه الاولانيه عندي هنا قال لي ان انا عندي المساحه بتاعتي 500 في 500. طيب 500 في 500 دي هعملها ازاي؟ هبدا اجمع 500 على الاكس و500 على الواي اطلع النقطه دي، ومن هنا نفس الشكل ومن هنا نفس الشكل. يبقى انا بشوف انا لو بتحرك في الاكس يبقى هجمع 500 على الاكس، لو بتحرك في الواي يبقى هجمع 500 على الواي. يبقى انا عندي هنا الاكس هيفضل ثابت، يبقى انا هجمع 500 على الواي. طيب نفس النظام هنا الاكس هتتغير، يبقى انا هجمع على الاكس والواي هيفضل ثابت. بعد ما عملت كده هبدا اعمل ايه؟ هبدا احول من نون ادابتد لادابتد. عباره عن ايه؟ ان الريزوليوشن كان 1000 في 1000 24، يبقى انا عندي ال1000 ديت هي بتاعت الان. يبقى انا هاجي كل قيمه واي هطرحها من الريزوليوشن زي ما اتفقنا كان 1000، يبقى انا هاجي عند كل واي هنا ان الواي دي هطرحها من 1000، الواي دي من 1000، الواي دي من 1000، الواي دي من 1000، هيطلع لي الابعاد بتاعتي الجديده. يبقى الابعاد بتاعتي الجديده دي هطلع منها الاربع قيم الباقيين. يبقى انا هنا طلعت الاربع قيم بتوع الديفايس وعندي هنا الاربع قيم بتوع الريال. طيب بعد كده هبدا اعمل ايه؟ هبدا اشوف السكيل بتاعي لان هو قال لي نوت ديستورت. يبقى انا عندي هنا احنا اتفقنا من الريال للديفايس يبقى الديفايس فوق والريال تحت، عن طريق اكبر اكس واقل اكس في الديفايس واكبر اكس واقل اكس في الريال. هبدا اجيب السكيل للاكس وللواي وابدا اشوف الصغير ما بينهم واثبته على المساله كلها. وبعد كده كان عايز من الريال للديفايس، يبقى انا هشوف هنا المعادلات بتاعتي، هبدا احط كل قيمه مكانها وابدا اشتغل. طب احنا كان عندنا في حاجه ناقصه، او القيمه الناقصه اللي هي كانت موجوده عندنا هنا اللي هي كانت الاكس ريال والواي ريال دي. الكلام ده هجيبه منين؟ انا كان عندي هنا اول حاجه 150 و230، يبقى انا هبدا اطبق المعادله بتاعتي على 150 وال230. بعد كده كان عندي 300 و420، يبقى انا هاجي اطبق هنا احط هنا 400 وهنا 320، يبقى انا هنا مكان الاكس ريال والواي ريال هم دول اللي انا بحط فيهم القيم بتاعتي. وبعد ما اطلعهم هطلع كل اكس وواي مع بعض. يعني عندي هنا ادي اول اكس واول واي، ادي تاني اكس وتاني واي، هبدا احطهم في شكل ازواج مرتبه بالمنظر ده عشان اقول له النقط اللي عندي ديت هتطلع بالشكل دوت بعد ما اخلص. طيب يبقى انا لو عايز احول طيب من الديفايس للريال، يبقى انا الديفايس هبدا احط الابعاد بتاعته على طول، ولما احول للريال مفيش حاجه بقى اسمها ادابتد ونون ادابتد في الريال لازم دايما يكون بالمنظر ده. يبقى انا عندي هنا الادابتد او النون ادابتد بتجيلي امتى؟ لو انا بحول من الريال للديفايس، غير كده يبقى الجزء ده مش موجود. تاني حاجه
الديستورت ونوت ديستورت، لو هو قال لي نون ديستورت يبقى هجيب السكيل بتاع الاكس والسكيل بتاع الواي واختار الصغير. طب هجيبهم على اساس ايه؟ انا بشوف بحول من ايه لايه، اخر حاجه بنطقها هي اللي بكتبها فوق وبجيب الفرق بتاعها على الحاجه الثانيه. يعني من الريال للديفايس يبقى الديفايس فوق والريال تحت. عايز اجيب بقى الاكس بالنسبه لي يبقى قيم الاكس بتاعت الديفايس فوق وقيم الاكس بتاعت الريال تحت اطرحهم من بعض. وزي ما اتفقنا القانون بتاعنا ان اخر حاجه هنطقها هي اخر حاجه هكتبها ورا. يبقى هنا اكس ديفايس، يبقى هنا يبقى اكس ديفايس مينيمم، وعندي هنا الاشاره ديت سالب مش ضرب زي ما موجود في الورق. يبقى كده كل حاجه عن الادابتد او النون ادابتد. يبقى النون ادابتد هو كل اللي فيها اللي انا بحول عن طريق المعادله اللي هي الريزوليوشن ناقص قيم الدي اللي انا جبتها. لو ادابتد يبقى انا هشتغل على طول، هبدا ارسم الرسمه ديت اطلع الاربع قيم كمان، بقى عندي الثمان قيم، حافظ المعادله هكتبها هشوف هو ديستورت ولا نون ديستورت وابدا اشتغل على طول. يبقى كده كل حاجه تكون موجوده في المابنج ان شاء الله، سواء هي من ديفايس لريال او من ريال تو ديفايس. عشان خاطر تفهموا الكلام ده كويس لازم تكونوا شفتوا المحاضرات بتاعت الاء، لازم تكونوا شفتوا المحاضرات اللي كانت موجوده كورق. اي حاجه ان شاء الله قولوا لي في الكومنتات، باذن الله كل حاجه تكون واضحه. بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.